نشوف عاد بدر رافع في الشرقيه وليد الخضير في جده ايش بيسوون طبخات في المباريات الجايه. احنا نسويها مباراه بينهم والحكم للناس والايميل عندكم. تعطوني رايكم مين اللي غلب في كل حلقه. فقره خاص. وليد الخضير في جده سوى طبخه كذا في ملعب جده في مباراه الاهلي مع الاتفاق. جاب الامير فهد بن خالد وعماد الحوسني وسوى ستوري. تعال نشوفه. فترة الانتقالات الشتوية قربت. بنمشي عماد. لا لا الملف ما فتحناه والله بكل امانه يعني. احنا تركيزنا على المباريات اللي قلت لك الثلاثه هذه الحمد لله فزنا في 2 بقى الفتح بعدين وهذه حتتناقش. نقطة عشان اقفل الموضوع سمو الامير، وانت لك حق تثبت ولا تنفي. جمهور الاهلي يقول انه اللي جعل الاهلي يتمسك بمارسينيو اللي هو $800,000 شرط الجزائي. والله انا قلتها وارجع اقولها، الاهلي لن يتوقف على $800,000، حيتوقف على راي مدرب. متى ما اراد المدرب استمرار مارسينيو او عماد او فيكتور او هذا من حقه يعني، من حق المدرب مو من حقي انا يعني. انا لو علي عماد الحين اجدد معه 10 سنين يعني لين يعتزل، الشرط اللي بيني وبينه لين يعتزل. لكن يعني بكل امانه لا عماد لا فيكتور يعني انا عماد ما اعتبره يعني انتم لما تقولون اجانب، عماد مو اجنبي، عماد مننا وفينا يعني. فانا ودي بس نغير المسمى على يعني اللاعب خاصه الخليجي ما نقول له اجنبي. لكن هذه كلها راي فني بحت، فهو متروك للمدرب. اذا اراد انه يستبدل مارسينيو لما هو افضل فهذا حقه، اذا اراد بقى مارسينيو فهذا حقه. قبل ما تروح سمو ايش ايش اللي يميز عماد؟ من هو؟ والله للاسف يعني انت بيني اقولها يعني قد شفت. والله كل شيء عماد يعني. اولا رجل يخاف ربه، محافظ على صلاته، على ادائه، تمارينه، حرصه على شعار النادي وكأنه مولود في النادي. تحمله يعني مثل يمكن مباراة اليوم كان يعاني من إصابة لكن تحمل وأصر والحمد لله سجل كمان. فلاعب مثل عماد هو مكسب لنا، مكسب مو يعني عماد مو غريب علينا كسعوديين عموما يعني. عماد في بدايته كان في نادي الرياض كلنا نذكر، لكن الآن عماد ثاني اللي جاينا. فأقول الكابتن عماد إنه بيض الله وجهك، وانا شخصيا حبدا باب المفاوضات معه قريب ان شاء الله. اولا نخليه يروح. وبغيت تنسرق سيارته. اسال عن ايش السياره بغيت تنسرق؟ بغيت تنسرق سيارته يا اخي بالبيت. والامير فضحني وش اسوي له يا اخي. كيف كانت تنسرق سيارة؟ كيف كانت تنسرق سيارة؟ رحت قفلت السيارة بالليل راجع البيت وبنت السيارة قفلتها، متأكد انها قافلينها. اليوم الصباح حصل سيارتي مفتوحة ما ادري ليش. الحين برفع قضية عليهم صراحة. طيب عماد طمنا على الإصابة. جمهور الأهلي كله خايف على عماد. والله شوف جمهور الأهلي كلهم على عين وراسي، والله كلهم جمهور الأهلي في القلب، في قلبي صراحة. ما راح انساهم لو يصير ما يصير، لا أبعد الحدود ما راح انساهم أبدا، ولا راح انسى وقفتهم ويستاهلوا كل خير بأمانة يعني. بس إصابته هي عبارة عن شد طبعا. فأنا اليوم تحملت، بغيت لأن المباراة الثانية في بداية الدور الثاني المباراة الثانية، وأصريت صراحة أنا من نفسي أن أشارك مع زملائي اللاعبين، والحمد لله رب العالمين مجهودات الشباب الموجودين ورغبتهم وحماسهم وإصرارهم بالفوز الثاني هو اللي بين اليوم فرضية الملعب. وأبارك لهم صراحة من كل وأبارك الأهلاويين من صغير لكبير. إيش في تفاوض شيء مع الأهلي يا عمان؟ لا ما في شيء. لا في الامير قال فيه، رئيس الاهلي قال الحين لايف يتكلم مباشر انه في تفاوض، بس ما في لحد الحين والله. الحين تركيزي الاول والاخير على مصلحه الفريق. لازم نرجع نادي الاهلي لوضعه الطبيعي في الدوري. طيب لو فاوضك الاهلي انه يمدد معك بصراحه ما عندي مشكله. طيب ايش الشروط؟ قول لي الشروط يا عماد. الشروط ايش الشروط اللي بتقولها؟ وين انا ما عندي شروط خلاص، من دام جمهور الاهلي معايا انا ما عندي شروط. على بياض؟ لو على بياض؟ على عيني وراسي كلهم اللي يشوفوا هم. تبقى كبير يا عماد. الله يخليكم ان شاء الله. حلوين وليد الخضير يعني عطى بدر رافع كتف. نشوف عطى عبد الرحمن الحميدي كتف صغير، بس لسه نشوف الطبخات الجايه. عموما نشوف بعد نهايه الجوله